ما شاء الله، هذا كله من خيرات آل الصدر. هذه أول مرة بحياتي أصور يوم مضيف آل الصدر الكرام. المضيف اللي انفتح هذه السنة لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بالنجف الأشرف. أول ما نبدي نذوق شاي آل الصدر، بس أنا شكر قليل. طيب، مدير مكتب الشهيد الصدر تحدث لنا عن بداية الخدمة في هذا المكان. أول سنة بجامع الزهراء. قبل كان موجود بس نعم. مو بعنوان مضيف آل الصدر الكرام، يعني خدمة عامة باسم المكتب أو نعم. باسم المكتب الخاص. لا، هذه السنة سيد يعني انه يكون بهذا العنوان. طبعا المضيف موجود داخل جامع الزهراء. والخدمة متنوعة بهذا المضيف، من إيواء الزائر إلى إطعامه إلى صحته. طبعا هذه هناك المفرزة الطبية. أنتم تقدمون بس دواء ولا تقدمون حب؟ كل شيء نقدم للزائر، العلاج النفسي أهم من العلاج الدوائي. نقدم خدمة جماعة. خدمة، موفقين. خلينا نشوف حظنا ويا آل الصدر. هسه أنا أريد تاخذ هذه، صديقي المصور هو قال لي خذ هذه. أحلى رقية بهذا الشهر أكلتها. ذوق ذوق وردة عبود. العديد من فئات الناس والأعمار تخدم هنا. أما الدعم والمورد الخاص للمضيف، وصلتكم دعم مساعدات من الناس؟ أنتم أصلا تستقبلون يعني كل الدعم من سماحة السيد. السيد فقط؟ كل الدعم من سماحة السيد. للحظات اشتركنا وخدمنا بالمضيف، حضرنا رقي ووزعنا مي. طبعا طبعا موفقين ان شاء الله. احنا جربنا مساء حظنا، ردنا نشوف حظنا ويا آل الصدر طلع حلو ما شاء الله. ما شاء الله، دائما ان شاء الله حظكم موفقين، حلو يا موفقين. سيد. أنا حسين الجبري، وهذا مضيف آل الصدر بالنجف الأشرف.